السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وعود عليكم وعلينا الأيام بخير يا رب العالمين، ويرزقكم يرزقنا من حيث لا نحتسب. أنا بشكر كل اللي بيكتب لي كلمة كويسة، يا رب يجعلها في ميزان حسناته، وربنا يخليكم لينا يا رب ويطول عمركم في الدنيا يا رب العالمين، ويرزقكم الفرحة والسعادة والهنا والرزق الكتير. بص يا جماعة، احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الزيت في المنام. هي جات لي كتير في التعليقات. رؤية الزيت يا جماعة من أجمل الرؤى. رؤية الزيت دل على المال والرزق والسعادة والهنا وراحة البال والصحة والذرية الصالحة بإذن الله. رؤية الزيت بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت انها ماسكة ازازة زيت والزيت صافي في ايديها والزيت جميل، ان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمها في تعليمها او في دراستها او بعريس كويس جدا لها ويكون ثري، لان الزيت دلل على الرزق والرزق الكتير. تمام. طيب لو شافت ان هي بتدهن جسمها زيت، ان شاء الله باذن الله لو كانت بتعاني من تعب او طاقه سلبيه او بتمر بضيقه ماديه او ضيقه نفسيه، فان شاء الله وهي شافت نفسها ان هي بتدهن جسمها زيت، ازاح الله عنها كل مكروه والمرض والزعل والطاقه السلبيه، ربنا سحبها عنها باذن الله وزحها عنها، لان هي شافت نفسها ان هي بتدهن جسمها بالزيت. تمام يا جماعه. بالنسبه للست المتزوجه، لو شافت نفسها ان هي بتشتري زيت او معاها زيت او معاها ازازه زيت، ده ان شاء الله باذن الله رزق ورزق كتير. تمام يا جماعه. ولو شافت ان هي بتطبخ بالزيت او معاها زيت هتطبخ بيه، باذن الله تعرف ان ده في بيتها كله بركه وخير وسعاده وهنا. تمام يا جماعه. طيب لو شافت نفسها ان هي بتدهن جسمها بالزيت او بتدهن اي حاجه في جسمها بالزيت، ربنا ان شاء الله شافها ان كانت بتعاني من تعب او ضيقه او مشاكل، فربنا ان شاء الله بيعفي كل حاجه وحش عنها كل حاجه وحشه باذن الله. تمام يا جماعه. طيب لو هي شافت ان هي ماسكه زيت او قدامها زيت معكر او زيت مش نضيف، دي مشاكل او قلة فلوس او ديون، الزيت الوسخ اللي هو مش نضيف المعكر. تمام. طيب لو هي شافت ان الزيت بيتدلق قدامها او اتكب قدامها، ده اهمال او اسراف، او ان هي غير يعني عندهاش تحمل للمسؤولية، او بتضيع فلوسها في حاجات هي مش لها اي 30 لازمة، ضياع فلوس وضياع اموال، اللي هو كببان الزيت او دلق الزيت. ماشي يا جماعة. طيب الزيت يا جماعة دلل على لو ست حامل وشافت نفسها ان هي معاها ازازة زيت او زيت قدامها جاي لها زيت في المنام، تعرف باذن الله ان ربنا هيرزقها بولد، لانه دلل الزيت دلل على ان الحمل اللي في بطن الست بيبقى ولد باذن الله، الذكور. تمام يا جماعة. الزيت يا جماعة عامة كمان بيعمل الطاقة السلبية. لما تشوفي الزيت وانت حاسة ان انت متضايقة او مخنوقة، ببقى بشارة لك بسحب الطاقة السلبية اللي عندك او الضيقة اللي عندك او اي حاجة عندك وحشة، اعرفي ان الرؤية دي مبشرة لك بالخير بإذن الله. اما زيت الزيتون يا جماعة، لو حد شاف ان هو، لان الزيتون زيته مبارك، لو حد شاف زيت الزيتون في المنام دليل على المال كتير جدا والحلال. تمام. ولو بني ادم تعبان وفي تعب الدنيا وشاف ان هو بيدهن نفسه زيت زيتون، باذن الله شفاه الله وعافاه من هذا المرض وهذا الداء باذن الله. ربنا يشفيكم ويعفيكم من اي حاجه وحشه يا رب العالمين. ماشي يا جماعه. فرؤيه الزيت يا جماعه من الرؤى المستحبه، دلل على المال والرزق والذريه. تمام. الزيت بقى اللي هو اتكب او زيت وسخ، فده دليل على مشاكل او هم او كرب او ضيقه او دين، الزيت الوسخ. اما كببان الزيت يا جماعه فدليل على ضياع مال،
فلوس مش هتجيلك. لو ست متزوجة بتبقى عندها اللي هي استهتار بعيشتها، مش متحملة المسؤولية، بتضيع فلوسها، بتهدر فلوس في اي حاجة تافهة. فده كببان الزيت او دلق الزيت يا جماعة. تمام يا جماعة، يا رب ربنا يرزقكم يرزقنا من حيث لا نحتسب. ما تنسوش اللايك والشير وفعلوا الجرس يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك في القناة. وبشكركم جدا 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 لدعمكم ليا، وكل سنة وانتم طيبين.